هكذا استقبلت الجزائر محمد مشاطي المجاهد والمناضل ومهندس الثورة الذي غادرها في صمت، فاستقبلته هي في صمت. رئاسة الجمهورية التي استنفرت كل قواها لاستقبال الفريق الوطني لكرة القدم استقبال العظام لم تكلف نفسها عناء نعي مشاطي ببرقية تحمل كلمات قلة. رئيس الجمهورية رفيق المرحوم في النضال الذي استجمع قواه واستقبل الفريق الوطني في قصر الرئاسة لم يذكر مشاطي ببعض الكلمات تخليدا لذكراه، رغم تنقله غداة وفاته إلى مقبرة العليا للترحم على أرواح الشهداء والمجاهدين في ذكرى استقلال الجزائر. هكذا تعطى التشريفات في الجزائر، فبالأمس ودعت الجزائر سلطة وأحزابا ومنظمات الفريق بن عباس غزيل الذي تقلد عدة مسؤوليات بالنواحي العسكرية بعد استرجاع السيادة الوطنية التي كان محمد مشاطي فاعلا كبيرا فيها. فهل ألغى خلاف مشاطي مع وزارة الدفاع قبل وفاته بشهور حقه الرمزي في جنازة رسمية ككل عظماء الثورة؟ وهل هذه هي الجزائر الذي ناضل مشاطي وآلاف من الجزائريين من أجل تحريرها؟ وهل هكذا تتعامل الجزائر مع أبطالها الذين ألقوا الضوء الحرية عليها ليغادروها بعد أن أطفئ النور عليهم؟ محمد مشاطي يستهل كل التشريفات وليست تعزية رسمية من تدخله التاريخ، فهو قد دخله قبل اليوم من بوابة 22.